بيبدأ الجزء الأول من فيلم سونيك بكائن فضائي اسمه سونيك، وكان بيجري على جزيرة بعيد عن كوكب الأرض، وبيروح للبومة لونج اللي هي والدته بالتبني، وبتنصحه ما يجريش بسرعة عشان محدش من الأشرار يشوف قوته الخارقة. وفجأة بتلاقي قبيلة واقفين ورا سونيك وبيرموا عليه أسهم، فبتنقذه بسرعة وبتاخده وبتطير بعيد عشان محدش يخطفه، لكن للأسف بيجي فيها سهم وبتقع على الأرض، فبتستخدم خاتم سحري وبتفتح بوابة لكوكب الأرض، وبتقول لسونيك إن ده أكتر مكان آمن ليه، وإنه لازم يهرب عشان الأشرار طمعانين في قوته الخارقة وعايزين يسرقوها، وبتديله كيس فيه خواتم سحرية عشان يهرب لو حد هاجمه. فبيضطر سونيك يدخل البوابة، وأول ما بيشوف الأشرار وهما بيهجموا على والدته بيحاول يرجع تاني عشان ينقذها، لكن بيكون البوابة اتقفلت وفات الأوان. وبعد 3 سنين بيكون في ضابط شرطة اسمه توم ماسك جهاز الرادار عشان لو حد تجاوز السرعة يديله مخالفة، فبيشوف سلحفة ماشية على الأرض ببطء وبيعدي سونيك من قدامه بسرعة كبيرة جدا لدرجة ان توم ما بيشوفهوش، لكن الرادار بتاع توم بيسجل سرعة كبيرة جدا، وبيكون توم فاكر ان الجهاز عطلان، فبيتحرك سونيك من جنبه بسرعة كبيرة عشان يرخم عليه، وبينزل توم من العربية عشان يعرف السبب اللي مخلي الجهاز يلقط سرعة عالية، فبيلاحظ شعرة لونها أزرق مرمية على الأرض وبياخدها وبيمشي، وطبعا الشعرة دي بتكون بتاعت سونيك. واول ما بيمشي بيشوف سونيك عربية هتدوس السلحفة، فبينقذها وبيفضل يجري بيها وبيوصلها الغابة وبيمشي. وبعدها بيرجع البيت وبنعرف ان سونيك عايش في كهف لوحده وما بيختلطش بالناس، وده عشان هو كائن فضائي، ووقت ما كان بيلعب بيقع منه كيس الخواتم السحرية، وبيفتكر كلام والدته لونج لما قالت له انه يستخدم الخواتم السحرية ويهرب في حالة لو حد طرده او هجم عليه. فبيشوف خريطة الكواكب اللي معاه وبيقرر يروح كوكب المشروم لو حد طرده، وبيكون حزين لانه بيحب كوكب الارض وعايز يعيش فيه. وبنعرف ان سونيك بيراقب الضابط توم ومراته مادي طول الوقت ونفسه يتكلم معاهم ويكون صديقهم. وفي الوقت ده بيروح راجل عجوز لمركز الشرطة وبيقول لتوم انه شاف كائن ازرق في المدينة، وكمان بيوري له رسمة لسونيك، وبيكون الراجل ده هو الوحيد اللي شاف سونيك، وبيحاول يطارده ويقبض عليه، وده عشان كل سكان المدينة بيقولوا عليه مجنون، وهو عايز يثبت لهم ان فعلا سونيك موجود. فبيعمل فخاخ لسونيك في المكان، لكن سونيك بيهرب منها بسرعته الخارقة وبيقع الراجل ده في الفخاخ بتاعته. وبالليل بيروح سونيك لبيت توم وحبيبته مادي وبيتفرج معاهم على التلفزيون من بعيد، ولان سونيك ما بيتكلمش مع حد بيكون حاسس بالوحدة عشان ملوش عيلة او اصدقاء وخايف يفضل وحيد طول حياته. وفي اليوم اللي بعده بتيجي رسالة لتوم من مركز الشرطة، وبيعرف انهم وافقوا على طلب نقله لمركز شرطة سان فرانسيسكو، وبيكون فرحان جدا، وده لانه عايز ينتقل للمدينة لانه عايش في قرية ريفية وحاسس فيها بالملل. في الوقت ده بيروح سونيك يتفرج على الاطفال وهما بيلعبوا بيسبول وبينبهر باللعبة جدا، فبيستنى الاطفال يمشوا من الملعب وبيقرر يلعب البيسبول لوحده وبيكون مستمتع جدا، لكن بتتغير ملامحه وبيتضايق لانه وحيد وملوش اصدقاء، فبيجري حوالين الملعب بسرعة كبيرة جدا وهو حزين، ومن غير ما يحس بيخرج من جسمه شحنة كهربائية عالية جدا وبتفصل الكهرباء عن المدينة كلها وبتدمر الأقمار الصناعية في الفضاء. فبيتصدم سونيك من اللي عمله وبيهرب بسرعة قبل ما حد يكتشف مكانه. وفي نفس الوقت بيتفاجئ توم ان الشعرة بتاعت سونيك اللي لقاها بتنور، فبيفهم انها شعرة كائن فضائي، ولان الاقمار الصناعية اتدمرت بالكامل بسبب طاقة سونيك بيتجمع مسؤولين كبار من الدولة عشان يعرفوا مصدر الطاقة اللي دمرت الاقمار الصناعية، فبيقرروا يكلفوا دكتور ايجمان عشان يعرفوا اللي حصل بالظبط، وده لانه مخترع وكمان خبير في التكنولوجيا. فبيقابل دكتور ايجمان قائد الجيش الامريكي ومعاه المساعد بتاعه، وبيقول له ان الطاقة اللي دمرت الاقمار الصناعية خرجت من كائن غريب موجود على الارض، وبعدها بيشغل الآلات بتاعته عشان ينتشروا في كل أنحاء الأرض ويعرفوا مكان الكائن ده. وطبعا الكائن اللي بيدوروا عليه ده هو سونيك، وبتقدر الآلات بتاعته تكتشف آثار رجلين سونيك في الغابة. فبيروح دكتور إيجمان للمختبر بتاعه وبيتأكد من آثار الرجلين إن مصدر الطاقة اللي دمرت الأقمار الصناعية هي كائن فضائي، وبيكون سونيك شايف الجيش والآلات وهم في الغابة وبيدوروا عليه، وبيقرر يهرب بسرعة قبل ما يقبضوا عليه. فبيرجع الكهف اللي عايش فيه وبيلم حاجته بسرعة عشان يمشي، وبيروح يستخبى في المخزن بتاع توم. فبيسمع توم صوت غريب في المخزن بتاعه وبيروح بسرعة عشان يشوف فيه ايه، فبيتفاجئ ان سونيك واقف قدامه وماسك خاتم سحري عشان يفتح بوابة سحرية ويهرب.
فبيترعب توم وبيضربه بسهم مخدر، وبيبدأ سونيك يفقد توازنه وبيقرأ اسم سان فرانسيسكو على التيشيرت بتاع توم. ولما بيفقد الوعي بيقع الخاتم السحري من ايده وبتتفتح بوابة لسان فرانسيسكو، وبيقع فيها كيس الخواتم السحرية والبوابة بتتقفل. وبعد شوية بيفوق سونيك وبيلاقي نفسه في بيت توم، وبيحاول يشرح له السبب اللي خلاه يستخبى في المخزن بتاعه. فبيستغرب توم ان سونيك بيقدر يتكلم وبيكون مش مستوعب الموضوع، فبيعترف له سونيك ان طول الوقت ده كان بيراقبه هو ومراته مادي، وكان نفسه انهم يكونوا اصدقاء. عشان كده اول ما عرف ان الجيش بيدوروا عليه قرر يستخبى عنده في المخزن، لان ده اكتر مكان امن ليه. ولسوء الحظ بيقدر ايجمان يحدد موقع سونيك من خلال اثار رجليه، وبيوصل لبيت توم. واول ما بيعرف سونيك بيخاف وبيقول لتوم انهم جايين عشان يقبضوا عليه، وبيطلب منه يساعده ويخبيه في شقته، لانه بسبب السهم المخدر اللي ضربه بيه بقى مش قادر يجري. فبيرتبك توم وبيقرر يساعده، وبيكون ايجمان واقف قدام المخزن بتاعه وبيلاقي اثار رجلين سونيك مرة تانية، فبيفهم انه موجود جوه البيت. في الوقت ده بيقدر توم يخبي سونيك في أوضة سرية في شقته، وبيخرج عشان يتكلم مع إيجمان ويطرده من البيت. فبيستخدم إيجمان الروبوتات بتاعته عشان يدوروا على سونيك، وبيقول له توم ان في كائن غريب خرج منه طاقة كهربائية عالية دمرت الأقمار الصناعية في الفضاء، وانه متأكد ان الكائن ده موجود في شقته. وبعدها بتوصل الآلات للأوضة السرية اللي سونيك مستخبي فيها، وبيكون عامل نفسه كورة عشان الآلات ما تتعرفش عليه. وأول ما بيشوف الليزر بتاع الآلات بيتحرك من مكانه وبيخرج من الأوضة. فبيسمعوا دكتور إيجمان وبيدخل البيت عشان يشوف فيه ايه، لكن بيلاقي في الآخر حيوان راكم بياكل. وبالصدفة بيشوف شعرة سونيك وبيهدد توم بالقتل لو ما قالهوش على مكان سونيك. وبيكون سونيك شايف كل اللي بيحصل وبيضطر يسلم نفسه عشان ينقذ توم. فبيتفزع إيجمان وبيستغل توم الفرصة وبيضربه وبيفقده الوعي، فبيهجم عليه الروبوت بتاعه وبيضرب نار على توم، فبيضطر ياخد سونيك ويهرب بسرعة. وبعدها بيجي المساعد بتاع إيجمان عشان يفوقه، وبيزعق له إيجمان عشان ما راحش يطارد سونيك وتوم قبل ما يهربوا. وفي الوقت ده بيهرب توم بالعربية، وبيقول له سونيك انه لازم يروحوا سان فرانسيسكو عشان يجيب كيس الخواتم السحرية اللي وقع منه. فبيفتح له توم العربية وبيقول له يروح يجيب الخواتم بتاعته، وبيعرفه ان سان فرانسيسكو مكانها في الغرب. بس بيتفاجئ ان سونيك جري بسرعه وراح المحيط الهادي ورجع في اقل من دقيقه، وبيقول له انه مش عارف مكان سان فرانسيسكو. فبيركبوا توم العربيه وبيكون مش مستوعب الموضوع وانه بيتكلم مع كائن فضائي. وبعدها بيروح استراحه عشان يعمل مكالمه، وبيكون سونيك قاعد في العربيه وشايف ناس بترقص في بار. فبينزل من العربيه وبيروح يقعد في البار، وبيتفاجئ توم ان سونيك مش في العربيه وبيروح وراه. ولما بيلاقي سونيك قاعد في البار بيقول له انهم لازم يمشوا عشان محدش يشوفه ويعرف انه كائن فضائي. فسونيك بيقول له انه عايز يستمتع بوقته على كوكب الارض، لانه اول ما هيلاقي كيس الخواتم السحريه هيروح كوكب المشروم عشان يعيش هناك. وطبعا ده لان إيجمان بيطارده وعايز يقبض عليه، فبيضطر توم انه يوافق، وبيكتب سونيك قايمه بكل امنياته. وبيكون حزين جدا لانه هيسيب كوكب الارض من غير ما يحقق احلامه. فبيتاثر توم وبياخده عشان يرقصوا ويستمتعوا بوقتهم. وبعدها بيجي 3 عشان يتخانقوا معاهم، ولما بيستفز سونيك بيضربوا توم، وبتقوم خناقه مع كل اللي موجودين في البار بسبب سونيك. فبيستخدم سرعته الخارقة وبيربط كل اللي موجودين وبيخليهم يوجهوا ضرباتهم لبعض بعيد عن توم. فبيتفاجئ توم ان كل اللي موجودين وقعوا على الارض، فبياخد سونيك وبيهرب. فبيجري وراهم كل اللي في البار، لكن بيكونوا نجحوا انهم يهربوا وبيروحوا فندق عشان يناموا، لانهم هيروحوا بكره سان فرانسيسكو، وده عشان يجيبوا كيس الخواتم السحرية بتاع سونيك. وبيلاحظ توم ان سونيك كاتب في ورقة الامنيات بتاعته ان نفسه في صديق يكون جنبه. وفي اليوم اللي بعده بيركبوا العربية عشان يروحوا سان فرانسيسكو، وبيتفاجئوا ان في عربية مصفحة تبع إيجمان بتراقبهم. وبيكون إيجمان متحكم في العربية عن بعد، وبيحدف عليهم رمح وبيحاول يسحبهم عشان عاوز يخطف سونيك ويسرق منه قوته. فبيخرج سونيك من العربية وبيجري بسرعة لحد ما بيدمر العربية بتاعت إيجمان، وبيفضل يرقص وهو فرحان، لكن للأسف فرحته ما بتكملش. وبتخرج عربية صغيرة تبع إيجمان وبتحدف جهاز مغناطيسي على العربية بتاعت توم عشان تعطلها. فبياخد سونيك الجهاز ده وبيحدفه على العربية وبيدمرها. وللمرة الثالثة بيخرج روبوت بعجلة واحدة وبيفضل يجري ورا العربية، بس المرة دي توم هو اللي بيقدر يدمره. فبيخرج من العربية طيارة صغيرة، وبيكون سونيك فاكر انها لعبة، لكن الطيارة دي بيكون فيها ليزر وبتشيل السقف بتاع العربية. فبيتضايق سونيك وبيمسك الطيارة وبيكسرها، وبيتفاجئ ان فيها قنبلة ذاتية هتنفجر في اي لحظة. فبيحاول سونيك انه يشيلها من ايده، بس بيلاقيها لازقة وما بتتحركش. وبيحاول توم يساعده لكن بتلزق فيه هو كمان. فبيضطر سونيك ياخدها منه وبيحطها على صخرة، وبتتفجر قريب منه وبيفقد الوعي. فبيقرر توم يوديه لمراته مادي لانها دكتورة بيطرية وممكن تساعده. وبتكون مادي قاعدة عند اختها ريتشارد، ولما توم بيوصل بتكون ريتشارد رافضة تدخله، وده لانها مش بتحبه، لكن في النهاية بتوافق انها تدخله. بس اول ما بيشوفوا سونيك بتتصدم مادي، واختها ريتشارد بيغمى عليها.
وفي الوقت ده بيكون الدكتور ايجمان بيعمل فحوصات على شعرة سونيك اللي اخدها من بيت توم، وبيكون مستمتع بوقته وعمال يرقص لان الشعرة فيها طاقة كهربائية عالية جدا. بنرجع تاني لمادي، وكانت بتحاول تعالج سونيك، وبتكون رابطة اختها ريتشارد في الكرسي عشان ما تبلغش الشرطة بمكان سونيك. وفجأة بيفوق سونيك وبيتحرك بسرعة في البيت وهو متحمس، وبتكون مادي مصدومة لأنه بيتكلم، فبتتكلم مع جوزها توم على انفراد، وبتقوله إن سونيك كائن فضائي ولو الشرطة عرفوا هيقبضوا عليه. وبعدها بتروح بنت أختها الصغيرة لسونيك وبتديله كوتش هدية. وبعدها بشوية بيخرج توم ومادي وبياخدوا معاهم سونيك عشان يروحوا سان فرانسيسكو، وده عشان يجيبوا كيس الخواتم السحرية، وبيكونوا شايلين سونيك في شنطة عشان محدش يشوفه. ولما بيوصلوا سان فرانسيسكو بيروحوا المبنى اللي فيه الخواتم وبيطلعوا بالأسانسير، بيتكلم سونيك وهو في الشنطة وبيقول انه مش قادر يتنفس، فبتسمع واحدة في الاسانسير وبتكون شاكة ان توم خاطف ولد صغير. وبعدها بيطلعوا على السطح وبيلاقي سونيك كيس الخواتم بتاعه، واول ما بيرمي خاتم عشان يفتح بوابة سحرية بيلاقي قدامه الروبوتات بتاعة ايجمان وبتكون محاصراهم. وبيكون الدكتور ايجمان راكب طيارة وبيستخدم طاقة الشعرة بتاعة سونيك، ولما بيلاقي سونيك ان حياة توم ومادي في خطر بيرميهم من فوق المبنى عشان ينقذهم من الروبوتات، فبيضرب ايجمان عليه نار، لكن سونيك بيستخدم سرعته وبيحرك الرصاص ناحيه الروبوتات عشان يدمرها. وبيتفاجئ ان طياره ايجمان بنفس سرعته لانه بيستخدم الشعرايه بتاعته، فبيقع سونيك من فوق المبنى وبتقع منه الخواتم السحريه، فبياخد سونيك واحده منهم وبيفتح بوابه سحريه لتوم ومادي وبينقذهم في اخر لحظه وبينقلهم المزرعه. وبعدها بياخد الخواتم بتاعته وبيجري بسرعه خارقه عشان يهرب من ايجمان، لكن ايجمان بيكون مطارده ومصمم انه يقبض عليه عشان يعمل عليه تجارب ويسرق قوته. وبيكون سونيك مستغرب ان ايجمان بيجري بنفس سرعته، فبيضربوا ايجمان بشعاع ليزر وبيوقعوا على الارض. وبيكون ايجمان فرحان عشان اخيرا قدر يتغلب على سونيك. وبيشوفوا توم ومادي كل اللي بيحصل، فبياخد توم خاتم سحري من بتوع سونيك وبيفتح بوابه سحريه ورا ايجمان وبيضربه، لكن ايجمان بيوقعه من على الطياره. وبيلاقي كل سكان المدينة واقفين ضده، فبيسأل ايجمان توم ليه بيدافع عن سونيك وهو مخلوق فضائي، فبيقول له انه سونيك صاحبه ومستحيل يتخلى عنه مهما حصل. واول ما بيسمع سونيك كلام توم بيستجمع قوته مرة تانية وبيقول لايجمان ان طول عمره بيهرب من الناس وان دي فرصته الوحيدة عشان يثبت نفسه ويدافع عن صاحبه، فبيجري بسرعة كبيرة ناحية ايجمان وبيضرب في الطيارة بتاعته من كل الاتجاهات. وبعدها بيفتح توم بوابة سحرية لكوكب المشروم وبيهجم سونيك على ايجمان وبيزقه ناحية البوابة وبتتقفل عليه، وبيفرحوا في الاخر انهم انتصروا على ايجمان. وبيقرر توم انه يعمل اوضة لسونيك في بيته ويخليه يعيش معاه على طول. وبيكون ايجمان عايش في كوكب المشروم لوحده ومش لاقي اي طريقة يرجع بيها لكوكب الارض. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد.